هو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كانت ايه المعلومات اللي عنده واللي كانت السبب في ان هم يضحوا بيه قدام العالم كله بالمنظر ده؟ وهل صحيح البوابات النجميه هي سبب اللي حصل في العراق؟ ايه الحكايه؟ تعال اقول لك. لو سألت أي حد عن أسباب غزو العراق هيقول لك إنه بسبب النفط، لكن في وجهة نظر تم طرحها أهم من كده بكتير. بص يا سيدي، موقع ديلي إكسبريس البريطاني نقلا عن العالم الأسترالي مايكل سالا قال إنه قبل غزو العراق بمدة مش كبيرة حصل اكتشاف أثري مهم على إيد بعثة ألمانية. البعثة دي أعلنت إن هم اكتشفوا آثار لمدينة كاملة قيل إنها نفس أوصاف مدينة أوروك القديمة اللي كان بيحكمها جلجمش، وبالقرب من المدينة دي اكتشفوا مقبرة اتقال إن هي نفس أوصاف المقبرة اللي اتذكرت في الملحمة الأسطورية جلجمش. جلجمش ده بقى في أساطير الحضارة السومرية كان نص إنسان ونص إله، وصل للقمة في كل العلوم. ولو الاكتشاف ده حقيقي هيبقى فيه مخطوطات وألواح مدون عليها جميع أسرار علوم الكون. اللي وصل ليه مايكل سالا ده كان مبني على أساس نظريات عالم الآثار الروسي زكريا سيتشن اللي كان مؤمن جدا